السلام عليكم. أتواصل الحديث مع حضراتكم. وكنت اتكلمت عن المشروم اللي أنا عملته في البيت، وعملت يعني 6 أو 7 حلقات عنه كاملين. النهاردة يعني هي حاجة جت، يعني تجربة. كان الكيس ده طبعا في الفيديوهات كان أسمر وكان باظ ونشف. جبت الكيس الأزرق دهوت، وجبت شوية معلقة خميرة في مية. جبت معلقة خميرة في مية، ورشيت القش تاني من جوه بالخميرة تحت وفوق، وقفلت على القش تاني بالكيس الأزرق دهوت. وسبته في البلاستيكية دهيت، وحطيته فوق النيش دهوت. وبعد وقت كده ببص عليه، لقيت ما شاء الله المشروم دهوت طالع، وكان طالع اكتر من كده كتير، بس يعني ايه الاولاد قطعوا منه. فدوت يعني تجربة ان احنا نتعلم منها، ان احنا لابد ان احنا نحافظ على جفاف، معذرة رطوبة للكيس بتاعنا، سواء عليه مباشرة او على او في المكان بتاع المشروم. ممكن نرش رش خفيف مثلا في البلاستيكاية او من تحته بالبخاخة اللي هي بتاعت صلوا 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 على رسول البخاخة بتاعت المية. بنرش علشان نحافظ على مسألة الرطوبة في المكان، علشان ما يجفش ونضطر نعمل مسألة التغيير. مسألة التغيير دي كانت تجربة، عايز اشوف بما انه فطر والخميرة مغذية، وعايز اخلي القش غني ب يعني بقيمة غذائية اعلى ويتحلل اكتر. فهو ظهر تاني انتاج كتير اهو ما شاء الله من الفطر او عيش الغراب بتاعنا اهوت، بسبب نقله وترتيب الكيس او القش داخل الكيس. وحطيت خميرة على القش في المية ورشتها كده اهوت وسبته. بعد يعني 10 ايام او اكتر بصيت عليه تاني، لقيته بسم الله ما شاء الله مديني الطرح الكتير دهوت. معذرة. فدوت التجربة دهيت بتقول ان احنا ممكن نرش الخميرة بتاعتنا على القش بتاعنا، هيغذيلي الفطر. وان احنا بعد انتهاء يعني ال3 شهور او موسم الجمع من الفطر بتاعنا، ممكن بما ان القش موجود نغير الكياس ونرش الخميرة دهيت. اكيد في فطر عايز ينشط لما يلاقي ظروف وغذاء، الخميرة دي مغذية وكويسة، هيبدأ يتكاثر وهينمو بسرعة جدا. دوت كان يعني عن استخدام الخميرة للفطر بتاعنا بتجربة مشاهدة قدام حضراتكم اهيت. ان فعلا ده اللي حصل والله معايا. يعني كان خلاص القش نشف والكيس ده كان انتفخ لفوق كده، رشيت خميرة من تحت ومن فوق وغيرت الكيس، وانتظرت اسبوعين او 10 ايام مش فاكر بالظبط يعني. بدأ طلع الطرح الكثيف دهوت تاني. وطبعا لما نلاقي الحواف دهيت يا جماعة كده غامقة كده، ده بيدل ان الرطوبة قلت، لان الموضوع دوت قائم على الرطوبة. يعني ان شاء الله اتواصل مع حضراتكم في كل ما هو جديد في يعني المشروم بصفة خاصة، واي فكرة او اي مشروع يفيد حضراتكم. وشكرا لحضراتكم.